تخيل أن العمل الذي تمجده المجتمعات وتربطه بالكرامة ليس فضيلة ولا قيمة أخلاقية، بل وسيلة اضطرارية لا أكثر. هكذا يرى الفيلسوف الفرنسي أندري كونت سبونفيل، الذي قلب مفهوم العمل رأسا على عقب. في الظاهر يبدو أن العمل يمنحنا مكانة وكرامة، ولكن ما وراء هذه الفكرة، يقول سبونفيل، إننا نعيش سوء تفاهم فلسفي كبير. لا أحد يعمل من أجل العمل ذاته، نحن نعمل لنعيش لا لنمجد الشغل. سبونفيل يميز بين القيمة الأخلاقية والقيمة الاقتصادية. العمل ليس قيمة أخلاقية لأنه يشترى ويباع. كل ما يدفع له أجر ليس فضيلة، بل خدمة أو سلعة. الفضيلة لا تدفع بل تمارس. يقول سبونفيل: العمل ليس غاية في ذاته، بل وسيلة نحو الغايات التي نحبها، الراحة، السعادة، أو حتى الوقت الحر. لذلك العمل عنده ليس مصدر الكرامة، لأن الكرامة لا تشترى، بل تولد مع الإنسان نفسه. ما وراء خطاب العمل قيمة. هناك منظومة فكرية واقتصادية تجعل الإنسان يقيس ذاته بما ينتجه لا بما يكونه. سبونفيل يدعونا إلى التحرر من هذا التصور الصناعي للعقل والذات، ويعيدنا إلى فلسفة أرسطو القديمة: نعمل كي نتفرغ للحياة التأملية، لا لنموت في العمل. إذن من منظور سبونفيل، العمل ليس ما يمنح الحياة معناها، بل هو ما يمنحنا الوسائل لنبحث عن هذا المعنى. ما وراء فكرة العمل قد لا يكون الشغل نفسه، بل الحرية التي يتيحها لنا هذا العمل. بهذا المعنى لا يعود الزمن دائرة خانقة، بل يصبح حلبة للقبول والامتلاء. العود الأبدي كما يراه لوكفيري ليس حكما علينا، بل تحريرا من الخوف، من فكرة النهاية، من الندم، من لو أن تحب حياتك كما هي، أن تقول لها نعم رغم كل شيء. تلك هي الفلسفة التي تجعل الإنسان خالدا دون أن يحتاج إلى خلود. كل هذا ما وراء فكرة العود الأبدي بفلسفة لوكفيري. إذا أعجبتك الرحلة لا تنسى أن تشاركنا فكرتك. هل كنت لتعيش حياتك نفسها مرة أخرى، ولماذا؟